الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز المعمر بالفراخ بطريقة سهلة جدا وطريقة حلوة جدا جدا. ريحته هتبقى مالية البيت وهيعجبك جدا جدا بإذن الله لما تجربيه وتدعيلي. يا رب يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه، بس ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هبدأ اقطع الفراخ. انا عندي الفراخ اهي بسم الله ما شاء الله، نضفتها وحطيتها في محلول النقع، واللي عايز محلول النقع يرجع لفيديو البط. ودلوقتي بقى هبدأ اقطعها كلها وارجع. انا قطعت الفراخ زي ما انتم شايفين كده وشطفتهم شطفة حلوة جدا. وبعدين عندي هنا ملح وفلفل اسود هقلبهم على بعض، وابدأ اقلب الفراخ في الملح والفلفل الاسود. انا بقى مجهزه عندي حله على النار فيها سمنه على زيت، بس حاطه نسبه الزيت اكتر وهروح احمرهم فيها. دلوقتي الزيت على السمنه قدحوا، هبدا بقى انزل بالفراخ اللي عندي. دول وبعدين ارجع بقى اطلعهم واحمر غيرهم. بصوا انا بدات اقلب فيها، بدات اهي يعني بدات تاخد سن التحميره، بس لسه ما اتحمرتش قوي يعني كده لسه. فانا لما تحمر خالص هبوريكم هيبقى شكلها ايه. دلوقتي انا هبدا اطلع ديت اهي كده، نطلع هنا اهو. الحتت الاحمر ده هطلعه وهحط غيره. دلوقتي انا طلعته اهو، زي شايفين شكله ايه وريحته طالعه تحفه تحفه تحفه. انا هحمر كله وبعدين بقى ارجع لكم تاني علشان نشتغل على طول عند الطاوله. دلوقتي بقى هنعمل الرز. اثناء ما انا بحمر الفراخ كده هجهز الرز. لازم انقعه فتره طويله طالما هتعمليه رز معمر عشان يستوي معاكي تسويه حلوه، اقل حاجه ساعتين. هبدا بقى احط عليه شويه حاجات كده عشان نبهره يبقى طعمه حلو. هنا عندي فلفل اسود وملح، وهنا مرقه دجاج وزنجبيل وقرفه، وكتري القرفه شويه. وكمان هحط له ايه؟ هحط له زبديه. احط زبديه احطها كده واقلبها بقى عليها. الزبديه دي هتخلي معاكي الرز طري. ولو عندك قشطه برضو حطي عليها. انا هحط القشطه والزبادي فوق الوش بتاع الطواجن عشان يبقى لونه احمر. هقلب الرز كله وارجع لكم بقى تاني. دلوقتي قلبت كله بقى على بعضه، ودلوقتي الرز عندي جاهز جاهز عشان خاطر الطواجن يتحط فيه على طول. دلوقتي انا حمرت الفراخ اللي عندي كلها زي ما انتم شايفين، شكلها حلو جدا جدا. ولازم تحمر اللون دوت علشان خاطر ما تبقاش بيضه كده جوه الطاجن او تبقى مش مستويه كويس. عايزه اقول لكم ريحتها طالعه تحفه جدا جدا يعني عايزه اكلها كده يعني. دلوقتي انا هنا عندي الطواجن بجهزها بقى. انا دايما بحط لها طبعا ماده دهنيه لازم ادهنها من تحت. فانا ايه هحط بقى في السمنه على الزيت اللي انا حمرت بيهم الفراخ. هحط منهم كده كل واحد معلقه كده. هبدا ادهن بقى كل واحد كده من الجناب ومن فوق وكله. طبعا عايزه تزودي معلقه سمنه بلدي كده، معلقه سمنه عاديه برضو دي ليكي مطلق الحريه، بس احنا هنحط لبن كامل الدسم وهحط قشطه وزبادي. دلوقتي بقى هنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هحط كل واحد معلقه رز كده من تحت، معلقه واحده كده. هبدا بقى احط الفراخ زي ما انتم شايفين كده اهو. ده كده هبدا احط كل الجناحه والرقابي فيه. زي ما انتم شايفين كده انا وزعت الفراخ بالشكل دوت.
هبدأ بقى ايه احط لها، احط بقية الرز اللي عندي. دلوقتي بعد ما حطيتهم كلهم، حطيت بقية الرز كله كده، هبدأ انزل باللبن، واللبن يكون سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما حطيت لهم كلهم لبن كده وغطيتهم للاخر، عندي هنا قشطه على زبادي ضربتهم ببعض، وهحط بقى في كل واحده كده معلقه، عشان دي سر الوش. هبدأ بقى احطهم في الفرن من تحت، ولو عندك مروحة شغليها، ولو ما عندكيش شغلي الشواية معاها، ولو ما بيشتغلوش مع بعض ممكن تشغليها من تحت بعد ما يستوي. لو حسيتي ان هو عايز وش، شغلي لها الشواية من فوق يديها شوية وش، وبعد كده نطلعها. دلوقتي بعد ما خلصنا، شايفين شكلهم حلو ازاي وريحتهم طالعة حلوة جدا جدا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.